السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير وباحسن الاحوال. النهارده اقدم لكم طريقة تنظيف الكاتل. زي ما حضراتكم شايفين كده، هقرب لكم الكاتل بس من هنا اهوت. زي ما حضراتكم شايفين كده الكاتل اللي عامل جير اهوت. بحاجة موجودة في كل بيت. لا هقول لك ملح ليمون ولا حاجات هتشتريها من بره. حاجه موجوده في بيتك وكلنا بنشربها. هما الصراحه الحاجات اللي بتنظف السلاسل كتيره قوي بتبقى موجوده في البيت. عندك منها ملح الليمون زي ما قلت، وعندك منها البيكنج صودا. والنهارده بقى جايه لكم بحاجه مختلفه كده. عندي الكركديه. الكركديه من الحاجات اللي الكويسة جدا يا جماعة. لما يكون عندك حلة فيها زراء غالية فيها مية أو ومزرقة منك، أو طبعا احنا عارفين ان الألمونيات بتتفاعل مع المية لما بتيجي تغلي فيها مية بتزرق مني. فالكركديه ده بيبقى حل ممتاز للحاجات اللي زي الألمونيا والستانلس. بتلمعها تلميع شديد جدا وبتنضفها فوق ما تتخيلي. انا عندي الكركديه دوت وعندي نص ليمونه. عايزه تستغنى عن النص ليمونه مفيش اي مشكله، بس انا هحطها بحيث انها تكون عن مساعد. بدل ما اقعد اغليه كذا مره فهي مره واحده بس. خليكم معايا. بس قبل ما ندخل على الفيديو كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحطي لي تعليق جميل كده. وتعالوا معانا نخش على الفيديو. انا مليت الكاتل بتاعي ميه اهوت. هنزل بشويه الكركديه بتوعي اهوت. ولو مش عايزه تغليه انت ممكن تبيتيه كده. لو مش عايزه تشغلي الكاتل عليه ممكن تقعدي ساعتين او 3 وتفضيه. هيكون الكركديه طلع الماده اللي هي الحمراء اللي احنا عارفينها كلنا عن الكركديه، وتفاعلت مع الرواسب اللي في الكاتل وهتغسليه. مش هيبقى فيه اي حاجه. انا بقى هحط نص ليمونه اهيت وهشغله. شغل الكاتل كده وهسيبه بقى لحد ما يغلي، وعلى ما يغلي هنرجع لكم تاني. شايفين يا جماعه هو بيغلي اهوت. شايفين؟ بصوا هو كده خلاص غلي. هفضيه بقى. انا مش هرميه الصراحه. انا عندي حاجه كده باغلي فيها ميه لما اجي بنضف طيور اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي. اوريكم بس قلبها اهوت زي ما حضراتكم شايفين كده. ده قلبها. دي ألمونيا يا جماعه. لما باجي انضف طيور باغلي في الميه فيها. هاخد بقى الميه بتاعت الكركديه بتاعتي دي كده وهدلقها في الباستيريا بتاعتي اهي زي ما حضراتكم شايفين قلب الكاتل من غير دعك ومن غير ملح ليمون ومن غير اي حاجه. هشطفه وهوريه لكم تاني. وبكده نكون خلاص. شايفين الكاتل بقى عامل ازاي يا جماعه؟ لا دعكت بسلكه ولا باي حاجه، يا دوبك بالليفه بتاعت المواعين بشويه بريل وخلاص. هنشفه بقى كده بفوطه نضيفه عندي بنشف بها المواعين، يعني ملهاش دعوه حاجه البوتاجاز. بنشفه كده ونشفه كويس قوي عشان لو اما اجي انزل فيه بميه وما يكونش فيه ميه بره كده. واتاكد ان نشفته كويس عشان اما اجي احط الفيشه في الكهرباء لا قدر الله ما تكهربش او اي حد يتكهرب منه. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا بقى فضلا وليس امرا تدعميني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لي لايك وتعليق يشجعنا كده يخلينا نستمر. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده.
اتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.